مساء الخيرات والأنوار وكل المساءات اللي في الدنيا. كل شوية باخدكم في مكان جديد عشان ننوع كده وما نزهقش. والنهارده هنتكلم عن ازاي تلاقي شغل وانت بتدرس. انا نمتش من امبارح فرع ان انا ممكن انام منكم في الفيديو. بس ان شاء الله اقول لكم كل الكلام بصوا انا بفيص دلوقتي. ان شاء الله اقول لكم كل الكلام يعني اللي هيفيدكم. بص، انك تشتغل من وانت وصغير دي مش رفاهيه، دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، لانك هتتعلم حاجات كتيره قوي وانت في سن صغير، مش لسه هتستنى لما تتخرج تبتدي تتعلم. فانت اوريدي بتبقى سابق جيلك او سابق الناس اللي اوريدي في نفس التراك معاك. هما بيبقوا هيتخرجوا لسه هيبداوا حياتهم، انت اوريدي خلاص انت تمام، انت قطعت شوط كبير جدا وقطعت نص الطريق. فانت من سن صغير هتبقى عارف يعني ايه سوق عمل، يعني ايه شغل، يعني ايه دنيا، يعني ايه التزامات، يعني ايه يعني حاجات كتير قوي هنعرفها دلوقتي. فلما تشتغل من وانت صغير هتعرف فاينانشال، هتعرف ازاي تدير فلوسك، هتعرف قيمة القرش، هتتعلم سوفت سكيلز كتيرة جدا، هتتعلم ازاي تكوميونيكيت مع الناس بمختلف ثقافاتهم بمختلف الطبقات، هتتعلم ازاي تهندل المشكلة، هتتعلم ازاي تتعلم حاجات كتير. واهمها ان انت تتعلم ان انت تعتمد على نفسك، لان احنا للاسف في مجتمعاتنا العربية بنبقى معتمدين اكتر. الشنطة بتاعتي بنبقى معتمدين اكتر على الاهل، عكس بره. اول ما بيتموا 16 سنه ولا 17 سنه بيسيبوا البيت وبيمشوا بيبتدوا حياتهم ويبتدوا يشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم، وفي الجامعه هم اللي بيصرفوا على نفسهم. احنا في العاده ما بنبتديش نعمل ده قوي غير بعد التخرج. كمان مش بنسيب بيت اهلنا وبنمشي، يعني احنا بنفضل معاهم، بس احنا بنبتدي نشتغل او نفوق لنفسنا ان احنا نبتدي كارير او نبتدي نصرف على نفسنا او علينا مسؤوليات بعد ما بنتخرج، مش قبل ذلك. فبالتالي بنبقى متأخرين شوية أو عقلنا لسه بيبي صغير. فإن أنت تشتغل في سن صغير ده هيكبر ده منتلي، أنت هتكبر، طريقة تفكيرك هتتغير، المنتاليتي بتاعتك هتتغير. فالشغل حلو يا جماعة، اشتغلوا من وانتوا صغيرين. هيجي بقى واحد يقول لي ما أنا عارف إن أنا أشتغل من وأنا صغير، وما أنا داخل الفيديو ليه؟ ما أنا داخل الفيديو عشان أعرف إزاي أجيب شغل، عشان عايز أتعلم. ما أنا مستني منك أنت تقولي الشغل حلو يعني. ما انا عارف ان الشغل حلو ومفيد، معاك حق والله، بس انا عايزه انام فاسكت خالص. ومن اهم الحاجات اللي انت تتعلمها برضه لما تيجي تشتغل، تعلم ازاي محدش يجي عليك، تعلم ازاي تعرف قيمه نفسك كويس، تعلم ازاي ما تشيلش شغل فوق شغلك، او ما تشيلش شغل مش بتاعك، ازاي محدش يستغلك، هتتعلم ازاي ما تسيبش حقك وما تضربش على قفاك. بس ده مش تتعلمه غير لما تاخد على قفاك. فتاخد على قفاك من وانت صغير احسن ما تاخد على قفاك وانت شحط كبير كده واخد قفا قد كده. خده وانت صغير احسن، على الاقل ايه تفتكروا كده وتقولوا للاحفاد. يعني انا عن نفسي جربت سوق العمل، هو سوق حرفيا من وانا عندي، يعني كنت في ابتدائي مثلا، هنقول من وانا عندي 12 سنه مثلا 13 سنه. فانا مش بقول لك اول ما تتفطم روح اشتغل يعني، او اول ما تقلع البومز روح اشتغل، اكيد ما بقولش كده. بس انا كانت ممكن متوفره لي الظروف اللي تخليني اشتغل وانا في سن صغير شويه. يعني انا خالي يعني عنده بيزنس صغير كده، محل يعني بيبيع فيه ملابس اطفال. فانا كنت بشتغل معاه من وانا في ابتدائي، منذ نعومه اظافري. فانا بداتها من تحت قوي. انا كنت باخد 5 جنيه في اليوم، مش بخمس فوق الشوك، وانا حرفيا كنت باخد 5 جنيه في اليوم. بس ساعتها كنت طفله صغيره، يعني اقصى حاجه كنت بقدر اعملها ان انا افتح الشنطه احط فيها الحاجه، يعني ما كانش مجهود يستحق التقدير قوي كده. 5 جنيه كانت كتير عليا، كمان كنت بنبسط بيها قوي. بس المهم يعني ان الموضوع ما وقفش عند هذه ال 5 جنيه، يعني الموضوع كبر وتطور وي 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 وتقريبا يعني مسكت الشغل كله او مسكت جزء كبير جدا من الشغل، مرتب عالي اكيد طبعا. فانا كنت بنزل اشتغل في الاجازات تفريحي كده، اللي هو عشان اعرف اجيب رفاهياتي. اقصى رفاهياتي ساعتها ان انا اجيب برينجلز مثلا عشان كان غالي قوي، هو ما زال غالي يعني، او ان انا اجيب طاس كيمو كون. دي اقصى طموحي ساعتها، كنت طفله يعني. بس الموضوع ده فرق جدا 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 في حته ان يبقى عندي مسؤوليه، في حته ان اتعلم ازاي الفلوس بتتجاب، ازاي قيمه الفلوس دي، ازاي احافظ على الفلوس، احافظ على قيمه الفلوس. اتعلمت حاجات كتير في ازاي تستثمر فلوسك، الطرق الصح للاستثمار. الحاجات دي كلها اتعلمتها عشان انا في حته الدعكه بتاعت الفلوس والشغل وكده من وانا صغير. فلما كبرت شويه خدت الموضوع على سكيل اكبر، اتعلمت حاجات اكتر من نفسي، طورت من مهاراتي وتعلمت حاجات كتيره قوي لحد ما في الاخر سبته خالص ورحت في حتة تانية. أصلا اشتغلت حاجة تانية بعدها، والحاجة التانية دي اشتغلت حاجة تالتة بعدها، والحاجة التالتة دي اشتغلت حاجة رابعة بعدها. على الأقل تعرف حاجة عن كل حاجة وتعرف كل حاجة عن حاجة. هل أنا أعرف كل حاجة عن حاجة وأعرف
حاجة عن كل حاجة؟ أكيد لأ، بس أنا باشتغل على ده يعني. اشتغلت شوية في مجال الgraphics حاجة خفيفة يعني ما تقولش graphics إن أنا motion graphics يعني، لأ في الgraphic design عادي يعني كنت بالفوتوشوب مجلات المانجا اللي هي شبه الأنمي لو أنتم عارفينه، المجلات بتاعتها بقى كانت بتبقى مكتوبة بالياباني تيجي لك بالإنجلش، أنت المفروض بقى أنا أحولها عربي، أنا كنت بامسح الإنجلش بالفوتوشوب، المهم إن هي كمان ما تأثرش على الرسمة اللي وراها، تمسحها بطريقة معينة يعني وبتعيد رسم الحاجات اللي باظت ورا، وبعد كده بتكتب الترجمة العربي. وبعد كده قعدت شوية أعمل ديزاينز للتيشيرتات ما كملتش في الموضوع. كنت باشتغل في حتة ديزاين التيشيرتات، وبعد كده career shift خالص أصلًا اشتغلت في صيدلية، بس ده كل ده في وقت الدراسة. أنا دلوقتي الحمد لله بُص هانزل أسجد ركعتين شكر، أنا الحمد لله اتخرجت قدر ولطف، بس أدينا بنكتشف الدنيا فيها إيه، وفي النهاية هل كل الحاجات اللي أنا اشتغلتها دي هل هي متعبة؟ متعبة. هل هي worth it؟ worth it عشان اتعلمت منها حاجات كتير، ممكن لولا الحاجات اللي أنا عملتها دي قبل ما اتخرج ما كنتش هابقى هذا الشخص اللي أنا عليه دلوقتي. مين هذا الشخص؟ أنا عادي جدًا، بني آدم طبيعي جدًا. المهم يعني بعد كل الهري ده لو أنا طالب دلوقتي أشتغل إزاي؟ هنقسم الموضوع لجزئين، في حد فيكم هيكون على الأقل عنده مهارة أو عنده skill معينة أو حتى فكرة business أو أي حاجة عايز تعملها أو حاجة أنت شاطر فيها، والجزء التاني بني آدم على الأبيض على الله إن شاء الله ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، وده مش عيب على فكرة. أنا نفسي لحد دلوقتي ما أعرفش حاجة في أي حاجة، بس برضو لو أنت متوقع إن أنت هتاخد المرتب الخيالي تبقى غلطان. أي حد بيبتدي بمرتب كحيان تحت الأرض متداس عليه بالجزمة، كلنا كده. أي حد بيبتدي شغل بيبتدي بمرتب يقرف الكلب الحزين، ده واقع أليم. أنا لو حكيت لكم صحابي كانوا بياخدوا كام هتموتوا بالضحك، لو حكيت لكم أنا شخصيا كنت باخد كام في الصيدلية هتموتوا بالضحك. ممكن تخمنوا بقى إيه الشغلانة دي مش هتبقى هي المين جوب بتاعت حياتك، أو هي دي هتبقى خلاص الوظيفة اللي أنت تفضل فيها لحد ما تموت. لأ، ده جاست تجربة، هي مجرد فترة وهتعدي، هتدوس على وشك بس هتعدي. تمام، تقبلت كل اللي أنا قلته ده وجاهز إن أنت تدعي؟ تعالى معايا. أول حاجة لو أنت عندك مهارة أو لو أنت عندك فكرة بيزنس، أنت حرفيا ممكن تشتغل من وأنت في مكانك. أنت ممكن تبيعي اكسسوارز، أنت ممكن تبيعي لو بتعرفي ترسمي مثلا ترسمي على الهدوم القديمة، لو بتفهمي شوية في الديزاين ممكن تشتغلي في مطبعة، انزلي كده الراجل بتاع مطبعة قولي له انا بعرف اشتغل شويه على الفوتوشوب، ممكن تشغلني معاك. المرتب هتاخد مثلا 3000 جنيه ولا حاجه، بس بدايه كويسه. في ناس بداوا من كده، ممكن انت هتعلى تعلى هتعلى هتعلى، انت مش هتفضل محلك سر، لان ده مش ده فشل. لا، الفشل ان انت تفضل في نفس المكان اللي انت فيه، لازم تعلى. بس احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نبدا بس. وبرده في موضوع الديزاينز ده ممكن تشتغل سوشيال ميديا ديزاين، ممكن تشتغل ديزاين على التيشيرتات، تشتغل حاجات كتيره قوي. لو انت عندك مهاره هتتفتح لك ابواب كتير قوي. انت لو بتعرف ترسم، بتتمرن في الجيم مثلا، فانت بتعرف تتمرن كويس، فانت ممكن تنزل جيم تمرن فيه ناس. لو كنت بتتمرن سباحة وانت صغير ممكن تنزل اي نادي تمرن سباحة. لو بتتعلم اي رياضة وانت صغير ممكن تقدر تعلمها وانت كبير، تعلمها للناس وهتاخد عليها فلوس، فدي في حد ذاتها سكيل عندك لازم تستغلها. فانت اقعد كده، هات ورقة وقلم ودور جوه نفسك، دور على نفسك معاها، شوف انت بتحب ايه وايه اللي انت شاطر فيه وايه اللي انت تقدر تقدمه كقيمة للناس تاخد عليه فلوس. لو انت بقى ما عندكش حاجة، ابيض خالص، اول حاجة طبعا لازم نفكر فيها كلنا بلا استثناء. انا عارفة ان 3/4 الشعب المصري بيكرهوها اذا ما كانش كله، وهي شغلانة الكول سنتر. شغلانة الكول سنتر مش وحشة بهذا الشكل، انا ما بحبهاش، انا شخصيا. بس هل لو ما فيش غيرها هشتغلها؟ هشتغلها، لان برضو هي شغلانة الى حد ما فلوسها كويسة، بس فيها عيوب كتير. فيها عيوب كتير، وفيها مميزات. فيها مميزات، لها ما لها وعليها ما عليها. المهم يعني ان هي شغلانه مش بشعه، بس مش اسلوب حياه يعني، مش دي الشغلانه اللي انت هتكمل بيها بقيه حياتك. لا، هي شغلانه مؤقته، هي فيز في حياتك هتمر بيها، بعد ما تخلص خلاص. فانت دلوقتي ما عندكش مهاره او ما عندكش حاجه تقدمها، فانت هتشتغل كول سنتر، هتتعلم مهارات كتيره جدا، هتتعلم ويا بقى لو معاك لغه فانت كده برنس. لو معاك لغه المرتب هيبقى كويس، ومنها انت بتحسن اللغه بتاعتك تاخد فلوس. ولو عايزين الحاجات بتاعت الكول سنتر دي تقدروا تدوروا على جروبات التليجرام او جروبات الفيسبوك، بيبقى عليها اعلانات كتيره قوي بتنزل عن موضوع الكول سنتر ده يعني. واحترسوا من النصابين والنصابات، لان الموضوع ده كتير قوي الفتره دي. تاني حاجه، لو تعرف حد من قرايبك شغال في اي حاجه حتى لو بعيده عن مجالك او بعيده عن الحاجات اللي انت بتحبها، انزل جرب. مش يمكن تطلع بتحبها، مش يمكن تطلع بتعرف، لما تجرب ممكن تطلع بتعرف، ممكن تطلع بتحبها. انت مش هتعرف انت بتحب الحاجه ولا لا من غير ما تجرب. لو انا بقعد اجرب
اجرب ليه؟ عشان اشوف فين القرف اللي انا بحبه عشان اتنيل اكمل فيه. بس لازم تجربوا كل حاجه. انت مش عارف انت بتحب ايه او مش عارف ايه الحاجه اللي انت عايز تكمل فيها، جرب. اي حد في عيلتكم شغال في اي حاجه قول له خدني نزلني معاك اجرب. منها هتطلع فلوس وهتطلع مصروف ليك، ومنها ان انت يبقى ايه بتشتغل يعني ايه يا بقى فوق بقى وانا اللي نايمه ولا انت. عادي ممكن تشتغل كسيلز، ممكن تشتغل في صيدليه، تشتغل في مطعم، في جيمات، في حاجات كتيره قوي ممكن في جيم كريسبشنست، في حاجات كتيره تقدر تشتغلها. ممكن نشوفه في الحتت دي عياده، جيم، مطعم، نادي. الحاجات دي بيطلبوا ناس بجد. لو تعرفوا حد شغال في مكان ده هيسهل عليكم كتير قوي. فكك من الهري اللي انا قلته من الاول ده. مفيش حاجه هتشغلك غير ان انت تبقى عارف حد. هي مش واسطه، بس سميها ريكومنديشن. ومش عايز تنزل من البيت سيبك من الهري اللي فات ده خالص. ممكن تشتغل ريموتلي عادي جدا. انا حاليا شغاله ريموتلي كسيلز او كاسيستنت للمدرسين مثلا، او كاسيستنت لاي حد شغال في المجال الاداري. بتظبط له بقى مواعيد الميتينجز، بتظبط له الايميلز بتاعته، بتظبط له دنيته. يعني انت الاسيستنت بتاعه. اول حاجه هتجري تروح تعمل سي في. لازم تعمل سي في. ولو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا سي في ممكن نعمل حلقه عن ازاي نكتب سي في بطريقه صح. ركز على الحته دي لان معظم السيفيات ما بتوصلش للاتش ار اصلا، بتترفض من بره. وبعد كده تروح تعمل اكونت على لينكدين ويوظف، لان بينزل عليهم شغل كتير قوي قوي في المجال. ومش الاتنين دول بس، اي ابلكيشن خلقه ربنا بينزل عن الوظائف اعمل عليه اكونت. وجروبات الفيسبوك، والله العظيم جروبات الفيسبوك عليها كنوز كنوز، والله فيها حاجات كتيره زي الفل. بس مشكله الفيسبوك في النصب كتير قوي عليه. فاي حد يقول لك ابعت لي فلوس، طبعا كلنا عارفين الرد نقول ايه، مش هنقل ادمنا عادي. بس مفيش حاجه اسمها ابعت لي 250 جنيه استماره، ابعت لي 300 جنيه مش عارفه نعمل ايه. مفيش الكلام ده. يعني انت رايح تشتغل في مكان، رايح تدفع فلوس، ما انت رايح عشان تاخد فلوس. انا لو معايا فلوس هجيلك ليه؟ ومن الحاجات اللي بتسهل كل الحاجات اللي فاتت دي بجد، اتعلموا انجلش كويس كويس كويس. اتعلموا سوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي حواراتها حوار ممكن نتكلم عليها في فيديو. اتعلموا برامج الاوفيس، الوورد والباوربوينت والاكسل. مفيش شغل يخلو عن الثلاث برامج دول. لازم، مش هقول لك بروفيشنال فيهم، بس على الاقل عارف البيسكس. لازم دايما تشتغل على نفسك عشان تكون على الاقل proud of yourself، فخور بنفسك قدام نفسك، ويكون عندك قصص قدام تحكيها وتبقى مبسوط كده وفخور. وبس كده. اي حد عنده سؤال يكتب لي في الكومنتس. انا هاجر منصور، دي كانت نهاية النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتابعوني على التيك توك والانستجرام. هحط لكم اللينكس في الديسكربشن او كومنتس تحت الفيديو. وباي باي.